الظاهر كده ان امريكا عاوزه تقوي اقتصادها من اول وجديد من بعد حرب فلسطين. عاوزه تلم فلوس من اي حته، سواء من السياسه سواء من الرياضه، من اي حته. هتقول لي يا عم هو انت سبت مجالك في الرياضه ودخلت في السياسه؟ اقول لك لا، امريكا هي اللي سابت السياسه ودخلت لنا في الرياضه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب انصر اخواننا في غزه واشفوا مرضاهم يا رب العالمين، واجعل مصرا امنا امانا، اللهم امين يا رب العالمين. هنبدا الاول حلقه قويه من ملعب التهامي الاهلاوي العاشق للاهلي ومحترم نادي الزمالك وبيعشق الاسماعيلي برضه، وبنبارك الاسماعيلي انه وصل لنص نهائي كاس العاصمه مصر. اتمنى له انه يفوز على سيراميكا كليوباترا في نص النهائي. فريق سيراميكا فريق قوي، معاهم مدرب محترم، مدرب عنده افكار قويه. اتمنى ان هم يتعدوا سيراميكا ويوصلوا النهائي، واتمنى لهم الفوز بالبطوله ان شاء الله. نادي الاسماعيلي انا بعشقه عشق السنين، عشت في اسماعيليه 5 سنين، كانوا يعني احلى 5 سنين في حياتي. شعبها شعب جميل وطيب وروحه حلوه. نيجي بقى لموضوع امريكا والضرايب اللي فرضها على كاس العالم للانديه. امريكا بتفرض ضرايب على كاس العالم للانديه على مكافآت الانديه اللي هتاخدها في كاس العالم للانديه. بمعنى يعني في قانون الضرايب الامريكي، اي فلوس هتطلع هاخد عليها ضريبه من 10 ل 30% على حسب ما انا هطبق القانون والوضع الحالي اللي موجود قدامي. النادي الاهلي ما يسكتش على الموضوع ده، هو جاله اخطار من الفيفا رسمي ان هيتم خصم ضرايب من مستحقاته. فتواصل بحد من امريكا، وصلوا لمحاسبين اقوياء في امريكا بمساعدات محاسبين هنا في مصر عشان يشوفوا الموضوع ده ويطلعوا من الورطه او من الازمه او من القرار الصعب ده ازاي واقل حاجه ممكنه من الخسائر. نيجي بقى لصفقات النادي الاهلي. عندنا في لعيبه طالعه من النادي، في لعيبه قويه النادي الاهلي هيجيبها. هنبدا بالراحلين وهو اكرم توفيق، خلاص هو كده رايح قطر، الوكيل القطري. طيب عندك كلام كتير على رامي ربيعه، شويه رايح السعوديه، شويه رايح جاي هنا الامارات، شويه هيمضي مع انديه في الدوري المصري. ولكن الجديد ان العرض القوي اللي جاي له العين الاماراتي. الجديد ان رامي ربيعه هيلعب كاس العالم للانديه ولكن مع العين الاماراتي. العين الاماراتي عاوز تلعب كاس العالم للانديه يا رامي؟ والله انا عاوز العبه. خلاص تعالى يا باشا والعب معانا وهنضمن لك المشاركه، الا في حاله واحده بس. نادي العين الاماراتي بيدور على مدافع قوي. منين؟ من الدوري الايطالي. العين الاماراتي عاوز يجيب مدافع قوي من الدوري الايطالي وهو ديميستي. تمام؟ لو جه يبقى رامي يشوف عروض تانية. طيب يعني رامي مفيش امل انه خلاص يجدد النادي الاهلي؟ هقول لك امل ضعيف فيه، بس امل ضعيف. طيب عندك تاني من ابرز الراحلين برضو، عندك رضا سليم، كريستو. رضا سليم وكريستو رايحين في صفقة تبادلية هو وعمر الساعي. صفقة تبادلية، في منهم تبادلي وفي منهم شراء او بيع يعني نهائي. لمين؟ لنادي زد مقابل مصطفى العش. مصطفى العش اللي قدم مستويات قوية مؤخرا مع النادي الاهلي. مصطفى العش اللي كان ثابت وجوده في الباك الشمال والسيرد باك. مصطفى العش اللي بيعرف يعمل عمليات التحويلات الهجوميه من الدفاع للهجوم، بيعرف يخش الالتحامات بتاعته ناجحه، المراوغات بتاعته ناجحه. ففي صفقه تبادليه لنادي زد. طيب عندك مين تاني في المدافعين؟ عندك واحد زي عمرو الجزار لاعب المحل، صح ولا غلط؟ طيب عندك مين تاني؟ عندك ياسين مرعي. ياسين مرعي يا باشا لاعب مين؟ لاعب فاركو. عندك مين تاني؟ عندك هاني رياض لاعب بتروجيت. طيب هل الاهلي هينتهي بكده؟ هقول لك لا. في محمد شكري ده لاعب سيراميكا باك شمال. باك اليمين عندنا الى حد ما كويس، محمد هاني وعمر كمال.
ولكن الاهلي لو عرف يجيب حد تاني محلي باك يمين يسند معاهم تمام، معرفش خلاص. طيب في حد تاني ناقص النادي الاهلي يجيبه؟ هقول لك المفاجاه هنا، نص ملعب. تجيب نص ملعب؟ نص ملعب ازاي؟ ده انت عندك ترسانه في نص الملعب. انت عندك امام، عندك بن رمضان، عندك قفشه، عندك مروان عطيه، عندك السولية خلاص ماشي رايح ليبيا، وعندك اليو ديانج. اقول لك حمدي فتحي كمان معاهم. انت ايه نص ملعب ايه بقى؟ اقول لك في واحد تاني نص ملعب عاوز يجي، الاهلي عاوز يجيبه. هيجي بقى منين النص الملعب ده؟ ترسانة قوية كده، حاجة كده ايه زي الجوهرة هتتحط في نص الملعب تنور في وسط الترسانة اللي موجود. نص الملعب اسمه حامد حمدان الفلسطيني، اللي طبيعي اي واحد فلسطيني في الدوري المصري بيتسجل اكنه مصري، مش هيتسجل اجنبي. ده جاي لاعب نص ملعب بتروجيت، هيبقى موجود في النادي الاهلي ومركزه الاساسي رقم 6 مع مروان عطية تحت. تمام. طيب عندك في لاعب الكلام كتير ماشي حواليه اللي هو عمر فايد. عمر فايد والنادي الاهلي اولوياته هو عمر فايد في الدفاع، اللي هو لاعب بشكاش التركي. ولكن في مشكله هنا، ان النادي عرضه ب3 مليون دولار، ولكن النادي الاهلي ده عاوز يدفع فيه 1.5 مليون. في فرق في السعر. هل هيبقى في تقارب في وجهات النظر في الفترة الجاية؟ الله اعلم. النهارده غير بكره، وبالذات في الرياضه. اي معلومه جديده هطلع اتكلم معاكم فيها بكل صدق وبكل امان. نيجي بقى للموضوع اللي بعده، امام عاشور والاشاعات اللي طالعه معاه انه رايح الدوري السعودي، رايح نادي نيون السعودي. كل ده لا اي صله بيه من الصحه. حتى النادي طلع قال لك احنا امام عاشور مش في خطتنا الفتره الجايه، احنا ما بنفوتش امام عاشور. وحتى النادي الاهلي هو نفسه قافل بابه بالنسبه للعيبه قويه، لعيبه مهمه، لعيبه مؤثره مع الفريق، زي وسام، زي مروان عطيه، زي امام عاشور. النادي الاهلي قافل، مش هيفكر ولا هيقدر يوارب حتى باب غير بعد كاس العالم للانديه. المفاجاه معانا بقى في ابراهيم عادل. ابراهيم عادل كان في مفاوضات معاه فعليا مع النادي الاهلي، الكلام ده قبل مباراة القمة، وكان في كلام مع بيراميدز ان هناخد ابراهيم عادل للاهلي على سبيل الاعارة. وابراهيم عادل كان موافق ومرحب ومتحمس للموضوع ده وعاوز يلعب في كاس العالم للانديه مع الاهلي. ولكن بعد حادثة ماتش القمة وبعد انسحاب الاهلي من قدام الزمالك الامور اتعقدت. طيب في جديد، ولكن كلام شفوي، جس نبض تاني. هل الموضوع لسه مفتوح ولا بيراميدز قفلته؟ لسه اللاعب مرحب، ولكن المشكله في النادي بتاعه ان الاهلي كان عاوز يجيبه اعاره بحوالي $1 مليون او اقل بحاجات بسيطه. هل الايام الجايه هنشوف ابراهيم عادل في الاهلي؟ هنشوف مع بعض ونكتشف. هننهي الحلقه مع بعض بتشكيل فريق منتخب مصر الاول، تشكيل الجهاز. هننهي الحلقه بتاعتنا بالتشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر الاول. يقول لي طب اول ايه يا عم؟ ده كابتن حسام حسن، هو ما اقلوه؟ اقول لك لا ما اقلوهوش، كابتن حسام حسن مع المنتخب الاول برضه. الله، هو احنا عندنا منتخبين في الاول؟ اقول لك لا، ولكن في الظروف ديت هيبقى عندنا الكابتن حلمي طولان هو يترأس الجهاز الفني، هو المدير الفني لمنتخب مصر. كابتن احمد حسن هو مدير المنتخب المصري. الكابتن عصام الحضري هو مدرب حراس المنتخب. الله، ده انت بتقول اسامي كمان. اقول لك بس دول اللي هيكونوا فريق يلعب في البطولة العربية.
كابتن حسام حسن مش هيعرف يلعب بالفرقه بتاعته الاساسيه في البطوله العربيه. البطوله العربيه بطوله زي بطوله وديه، شبه وديه، ولكن ما ينفعش نعتذر لان الفيفا طلبت من مصر ان هي تشارك في البطوله دي. فطبيعي عشان اشارك انا كده بقى في جهاز فني جديد، في منتخب جديد هخش بيه هناك، لان هو اساسا البطوله هتنتهي في بدايه مين؟ في بدايه بطوله افريقيا، تقريبا هتنتهي في شهر ديسمبر اللي هي هتبدا فيه بطوله افريقيا. فتحدد لها جهاز فني جديد ولاعيبه جديده، ولكن المشكله هنا ان في جولتين لدوري ابطال افريقيا والكونفدراليه في وقت البطوله العربيه. اكيد هيبقى في تنسيق من الفيفا والاتحاد العربي والاتحاد الافريقي ان الجولتين دول يتاجلوا عشان ايه؟ يلعبوا في منتخب مصر اللعيبه، لان اللعيبه انديه من لوائح القوانين مش هتدي المنتخب اي لعيبه، بالذات كمان اللي معاهم لعيبه تاني مع افريقيا، عشان دي بطوله وديه. يعني الانديه مش هتدي اللعيبه بتاعتها للمنتخب، فهي بطوله وديه، فلازما طول ما هم مشاركين في افريقيا فلازما الجولتين دول يتاجلوا عشان المنتخب ده يتعمل. ولو وصلتوا معايا لحد هنا اذكروا الله وصلوا على النبي فضلا وليس امرا. اللايك بتاعك جميل، ولو مش مشترك في القناه اشترك عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انتظروني في حلقه زملكاويه قويه من نار.